بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الشريف في بيت من بيوت الله، في روضة من رياض الجنة، في سوق من أسواق الآخرة، سائلين المولى القدير أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة، اجتماع إفادة واستفادة، اجتماع تعليم وتعلم، اجتماع إرشاد وتفيد، سائلين المولى القدير أن تغمرنا النفحات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا في المصائب سهلا. وشرع الإله للصوام زكاة فطر طهرة الآثام، وقيل إن صومه لا يرفع إلا بها فهو بها مشيع، فيا له من قدر خطير لقدر الصاع من الشعير، فتخرجن في صباح العيد عن جملة الأولاد والعبيد، وكل من كان من العيال يعوله من جملة الأموال، وهو الذي تعوله بالحق لا كل من في البيت من ذا الخلق، صاع عن النفس من الطعام من أوسط الماكول في ذا العام، فالبر والشعير والزبيب والتمر والإبط هنا عجيب، والأرز في هذا الزمان يجزي، فالفضل إن أخرجت صاع أرزي، لأنه في ذا الزمان النكدي صار طعام الناس في ذا البلد، فتلزمن بدخول الفطر، وقيل لا بل بطلوع الفجر، ويظهر الخلاف في من ولد بالليل قبل الفجر هل عنه أداء، ووالداه إن يكن يلزمه عولهما حكما فدي تلزمه، والخلق هل يفطرا عن زوجته؟ قيل نعم لأنها من عولته، وقيل لا لأنها مكلفة بنفسها فلتخرج وتنصفه، وقيل إن كانت بحد الفقر تخرج عنها لطلاب الأجر، وقيل بل يدفعها إليها لتخرجن واجبا عليها، وغائب عن أهله لا يدرى لا يخرجون عنه يوما فطرا حتى تصح عندهم حياته لعله حل به مماته، وعبده الآبق ليس يخرج عنه، وقال آخرون يخرج، وقيل من أوصي له بعبد وصية ثابتة في العقل، ومات من أوصى قبيل الفجر فيلزم الموصى له بالفطر، وإن يكن لم يقبل الوصية فهي على الوارث بالكلية، وفطرة العبد على من صار له إذا كان اشترى خيارا، وإن يكن ببعض مال رهنا زكاته تلزم من قد رهنا، لأنه مالكه والمرتهن ليس له سوى الذي به ارتهن. عنوان: باب في فطرة الأبدان. هذا هو الباب السابع من أبواب كتاب الصوم. كتاب الصوم يشتمل على 7 أبواب. الكتاب الأول
انقسام الصوم إلى واجب وغيره. والباب الثاني في أسباب الصوم والفطر من رمضان. والثالث في صفة الصوم وما يجوز فيه. والرابع في الفطور والسحور. والخامس في نواقض الصوم. والسادس في بدل رمضان. وهذا هو السابع في فطرة الأبدان، تسمى فطرة الأبدان وتسمى زكاة الفطر، لأنها تخرج يوم الفطر وهو أول يوم من شوال. وشرع الإله للصوام في ختام شهر رمضان المبارك شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وشرع الإله للصوام. شرعت هذه الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة التي فرض فيها صيام شهر رمضان على هذه الأمة. وشرع الإله للصوام زكاة فطر طهرة الآثام. الصوام جمع صائم، الصائم يجمع على صوام وصيام وصوم وصيم وصيم وصيام وصيام. نذكر في هذا الدرس 8 مسائل تدور حول زكاة الفطر أو حول فطرة الأبدان. 8 مسائل ينبغي معرفتها. المسألة الأولى في حكمتها، والثانية في حكمها، والثالثة متى تجب، والرابعة على من تجب، والخامسة عمن تخرج، والسادسة من أي شيء تخرج، والسابعة ما مقدارها، والثامنة لمن تخرج. 8 مسائل. حكمتها، حكمها، متى تجب، على من تجب، عمن تخرج، من أي شيء تخرج، مقدارها، لمن ترفع. حكمتها: شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث. ايش الرفث؟ الكلام القبيح، فلا يرفث أي فيتكلم بالكلام القبيح. واللغو الباطل من القول. طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين في هذا اليوم، في يوم العيد. أغنوهم في هذا اليوم. أغنوهم يعني من؟ الفقراء، حتى يشاركوا في فرح العيد ويخرجوا لصلاة العيد، لأن هذا العيد يشترك فيه الصغير والكبير، الغني والفقير، القوي والضعيف، حتى ما يقضي الحال إلى من الفقر إلى طلب الرزق، طلب المعيشة في ذلك اليوم. أغنوهم في هذا اليوم. الحكمة هذه بينها الرسول في حديث ابن عباس، حيث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هل ذكر الناظم هذه الحكمة، حكمة زكاة الفطر؟ الجواب نعم. ايش قال؟ وشرع الإله للصوام زكاة فطر طهرة الآدام. حكمها قيل هي واجبة، وعليه المشارقة من أصحابنا، وقيل سنة مرغب فيها، وعليه أصحابنا المغاربة. والأدلة تدل على إيش؟ على وجوبها. وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. المسألة الثالثة: نعم، هل ذكر الشيخ الحكم؟ أشار إلى الوجوب وإلى الأبيات. قال:
وشرع الإله للصوام زكاة فطر طهرة الآثام، وقيل إن صومه لا يرفع إلا بها فهو بها مشيع، فيا له من قدر خطير لقدر الصاع من الشعير. بهذا إشارة يشير الحديث، يعني صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. نعم. الثالثة، متى تجب؟ شوف ذكر جواب على هذا، ايش قال؟ وتلزمن بدخول الفطر، وقيل لا بل بطلوع الفجر. تجب ايش؟ وقتها دخول شهر شوال، رؤية الهلال. إذا رؤي الهلال بعد اليوم 29 من رمضان، وإذا لم يرى الهلال فبغروب الشمس يوم 30. وتلزمن بدخول الفطر. متى يدخل الفطر؟ متى يخرج رمضان ويدخل شهر شوال؟ ايش؟ برؤية الهلال أو بكمال ايش؟ بكمال 30 رمضان، 30 يوما من رمضان. يصومه حتى يتم عددا، أو أن يرى هلال شوال بدا، حتى يتم عدد ايش؟ كم؟ 30 يوم. والقول الثاني تجب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال. طلوع الفجر أول يوم من شوال، صباح العيد، بطلوع الفجر. وثمرة الخلاف كما بين الناظم حيث قال: ويظهر الخلاف في من ولد بالليل قبل الفجر هل عنه أداء؟ ليلة العيد قبل طلوع الفجر ولد لك مولود، هل عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر؟ من قال إنها تجب بدخول الشهر برؤية الهلال، فما عليك، لأن المولود حدث بعد وجودها. ومن قال إنها تجب بطلوع الفجر، ايش قال؟ قال عليك أن تخرج عن هذا المولود. لماذا؟ لأنه حدث المولود قبل طلوع الفجر، قبل وجودها، وجب عليك ذلك. وكذلك أيضا أن لو إنسان اشترى عبدا ليلة العيد، على من زكاته؟ على البائع ولا على المشتري؟ من قال بالقول الأول وبدخول الشهر قال على من؟ على البائع. ومن قال بطلوع الفجر قال على من؟ على المشتري. كذلك أيضا مسألة ذكرها الناظم حيث قال: وقيل من أوصي له بعقد وصية ثابتة في العقد، ومات من قبل طلوع الفجر فيلزم الموصى له بالفطر. هذا مبني على ايش؟ على انها تجد ايش؟ بطلوع الفجر. وان يكون لم يقبل الوصية فتلزم الوارثة بالكلية. واضحة؟ ايش قلنا وقتها؟ وقتها بدخول شوال، إما بالهلال وإما بإيش؟ بكمال 30 يوما من رمضان. وقيل تجد بطلوع الفجر. وهل لهذا الخلاف ثمر ولا لا؟ نعم، في حديث ابن عمر: وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. قبل صلاة ايش؟ قبل صلاة العيد، ما يتخرج حتى يصلي العيد. أفضل الوقت لإخراجها بين الصلاتين، بين صلاة الفجر وصلاة العيد. في وقت إخراج زكاة الفطر 5 مرات: جواز، وفضل، وأفضل، وإجزاء، وقضاء. جواز، شنو جواز؟ أجاز بعض العلماء إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن هذا هو الأفضل؟ لا، من أجاز بعض العلماء إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا هو جواز. فضل إذا دخل شوال، ليش؟ برؤية الهلال أو بتمام 30 يوما من رمضان، هذا وقته. تغرب الشمس أو يرى الهلال، تغرب الشمس مثل يوم 30، أو يرى الهلال يوم 29، يوم 29، وحين هذاك وقتها والقول أن تخرج في وقتها.
ولكن هناك وقت أفضل وهو بين الصلاتين، يعني إذا خرجها بين الصلاتين فقد خرج من الخلاف، أليس كذلك؟ والأفضل خروج من الخلاف. وإذا خرجها بعد غروب الشمس فقد أخرجها في وقتها على قول بعض العلماء، وهو الذي رجحه الإمام رحمة الله عليه، حيث قال لأنها برؤية الهلال تصح لا بالفجر من شوال. ثالث أفضل بين الصلاتين، بين صلاة الفجر وصلاة العيد. وإيش الرابع؟ إجزاء. إذا خرجها قبل غروب الشمس أجزت. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال تجزي، ولكنه ترك الفضل، ترك الأفضل. والخامس قضاء. إذا غربت الشمس من أول يوم من شوال فقد فات، هذا يعتبر قضاء، يقضيها مع التوبة. بعض العلماء قال عليه أن يتوب من تأخيره زكاة الفطر حتى فات وقتها. عرفتم كم؟ 5. جواز وإيش؟ وفضل وإيش؟ وأفضل وإجزاء وقضاء. قضاء مع الإثم مع التوبة. وإذا كان الإنسان يمكنه إخراجها بين الصلاتين لا له الأفضل، وإذا كان لا يمكنه ذلك يضيف عليه الوقت، يخرجها بالليل قبل الفجر بعد غروب الشمس أو بعد غروب الهلال. يعني بعضهم يعبر طيب برؤية الهلال، وبعضهم يعبر طيب بغروب الشمس. هل هناك خلاف بين العبارتين؟ لا. لأن برؤية الهلال أن لو رؤي الهلال متى؟ بعد أن صام الناس كم؟ 29 يوما. طيب إذا لم يرى الهلال أصبح الناس صياما يوم 30، فحين إذا غربت الشمس كمل رمضان ودخل إيش؟ ودخل إيش؟ شوال. المسألة الرابعة على من تجب. كلام مختصر. تجب على كل مسلم لم يتكلم فابدين. تجب على كل مسلم لم يتكلم فابدين. إذا كان عنده ما يخرج به زكاة الفطر فليخرج، وإذا كان يؤدي به الحال إلى أن يذهب ليقترض أو يستدين إن كان معه لم يكلف، مثلا ما عنده شيء، هل يلزمه أن يذهب إلى التاجر يقول له مثلا أريد مثلا، أو إلى غيره يقول أريد عندك قرض يعني 5 أصوع أو 10 أصوع لأخرج زكاة الفطر، هل يلزمه ذلك؟ لا. هل يلزمه أن يشتري يعني أرزا أو برا نسيئة يدي بذلك زكاة الفطر؟ ما عنده شيء نقول لا يلزمه. لكن إذا كان عنده في البيت شيء مثلا أرز، مثلا 100 أرز، هل لو أخرج منها مثلا 5 أصوع ولا لا 5 أخرج منها 5 أصوع تبقى البنية على حالها. اليوم الإنسان لن يسار إلى هذا الخير وأن لا يذهب في ذلك. كان السلف الصالح يحرصون كل الحرص على إخراج زكاة الفطر. يروى أن رجلا جاء إلى أبي عبيدة مسلم من أبي كريم التميمي يسأله هل تلزمه زكاة الفطر؟ هل تلزمه زكاة الفطر؟ فرأى عليه ثوبين حسنين، قال بع هذين واشتري أخف منهما أدي زكاة. ويروى عن الإمام سالم الراشد الخروصي رحمة الله عليه أدركته زكاة الفطر ولم يجد شيئا يخرج به زكاة الفطر، وعنده منسول، باع منسولة واشترى طعاما وأدى زكاة الفطر. هكذا ينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص على هذا الفضل وأن لا يذهب في ذلك إلا إذا أدى به الحال أن يتكلم بدين فليس عليه ذلك. ايش قلنا؟ كلام مختصر ايش؟ مع ان المسألة فيها خلاف طويل وعريض. ايش قلنا؟ تجب على كل مسلم ايش؟ لم يتكلم بدين. خامسا عن من تخرج. ويجها الغني عن نفسه وعن كل من يلزمه عوره لزوما شرعيا.
يخرجها عن نفسه وعن كل من يلزمه عوله لزوما شرعيا. الناظم ذكر هذا، ايش قال؟ وتخرجن في صباح العيد عن جملة الأولاد والعبيد وكل من كان من العيال تعوله من جملة الأموال، وهو الذي تعوله بالحق لا كل من في البيت عند الخلق. تخرجها عن نفسك وعن من؟ وعن الذي يلزمك عوله. مثلا عندك مثل أولاد صغار أو عندك مثل بنات أيضا غير متزوجات، عولهن يلزمك تخرج عنه. لكن عندك أولاد بالغين ومقادرين على العمل ما يلزم تخرج عنه. لماذا؟ لأن عولهم لا يلزمك إلا إذا أردت أن تتطوع، ولو كنت تعولهم في بيتك، لأن عولك لهم إيش؟ تطوعا منك لا واجبا عليك، أليس كذلك؟ هذا مثلا لو كان أنت ومن تعوله، مثلا عندك عبيد عندك بنات عندك أولاد، تخرج عن الجميع عنكم، وهو الذي تعوله بالحق لا كل من في البيت من الخلق. مثلا عندك عمال يأكلون معك، مثلا مات عمال يعملون معك يأكلون معك تطعمهم، هل يلزمك أن تخرج عن زكاة الفطر؟ لا، ذلك تطعمهم تطوعا منك ما واجب عليك. عندك عاملة مثلا في البيت، هل يلزمك أن تخرج عنها؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يلزمك عولها. والخلاصة يخرجها عن من؟ يخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يلزمه عوله لزوما شرعيا. والشيخ ذكر مسائل في هذا الموضوع، منها ووالداه إن يكن يلزمه عولهما حكما فذي تلزمه. عنده والدان أب وأم وقد لزمه عولهما، هل عليه أن يخرج عنهما زكاة الفطر؟ الجواب إيش؟ نعم. ووالداه إن يكن يلزمه عولهما شرعا فذي، ومن فذي؟ هذه ذي إشارة إيش؟ إلى زكاة الفطر. فذي تلزمه، تلزم من؟ الولد، ما دام يلزمه عول والديه فعليه أن يخرج عنهما زكاة الفطر. قال والخلف هل يفضل عن زوجته؟ قيل نعم لأنها من عولته، وقيل لا لأنها مكلفة بنفسها فتخرجن بل تنصفه، وقيل إن كانت بحد الفقر يخرج عنها لطلب الأجر، وقيل بل يدفعها إليها تخرجن واجبا عليها. هل على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته ولا ما عليه؟ بعض العلماء قال ما عليه. لماذا؟ لأن هي مكلفة بالغة حرة مكلفة بنفسها تخرج عن نفسها زكاة الفطر. وبعض العلماء قال عليه أن يخرج عنها. لماذا؟ لأن عولها واجب عليه، أليس كذلك؟ وفي المسألة قول الثالث، إذا كانت غنية تخرج بنفسها، وإذا كانت فقيرة يخرج عنها. وقيل يخرج عنها يدفع لها الزكاة وتدفع بنفسها هي، وقيل بل يدفعها إليها تخرجن واجبا عليها. كم منكم في الزوجة؟ قيل عليه أن يخرج عنها. لماذا؟ لأن عولها يلزمه. وقيل ليس عليه أن يخرج عنها. لماذا؟ لأنها مكلفة بنفسها. والخلف هل يفضل عن زوجته؟ قيل نعم لأنها من عولته، لأنه يعولها. وقيل لا. لماذا؟ لأنها مكلفة بنفسها تخرجت. وقيل إن كان بحد الفقر يخرج عنها لطلب الأجر، وقيل بل يدفعها إليها لتخرجن واجبا عليها. المسألة السادسة، من أي شيء تخرج؟ كلام مختصر من غالب ما يحتاج به أهل بلده. لو أجبت بهذا بس، من أي شيء تخرج؟ من غالب ما يحتاج به أهل بلده. يحتاجون بالبر، يحتاجون في ذلك العام الشعير، كذلك الشعير. أنا أغلب قوتهم التمر، أغلب
والأرز أرز. والحديث بين من أنواعه، قال صاعا من طعام. مراد الطعام ايش؟ بر. صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. أقط اللبن المقطر. كم نوع له؟ 5 شيء. صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. وتنام ذكر فصاع عن النفس من الطعام الأوسط المأكول في ذا العام، البر والشعير والزبيب والتمر ونقه هنا عجيب. والأرز في هذا الزمان يجزي، فالطبر إن أخرجت صاع أرز. لماذا؟ أملك في الحديث، قال لأنه في ذا الزمان النكر صار طعام الناس في ذا البلد. والقيمة مذهب الأكثر أنها ما تجزي، يخرج هذه الأطعمة، الطعام الذي يقتات به أهل البلد في هذا العام، من غالب ما يقتات به أهل بلد. بعض العلماء رخص في إخراج القيمة، ولكن الأكثر يقولون لا، لابد من إخراج الطعام. وفي إخراج الطعام مظهر طيب وشعار طيب. في ليلة العيد، في صباح العيد، تجد الأولاد يخرجون بالآنية، بعضهم يتجه إلى تلك الجهة وبعضهم إلى تلك الجهة، من أهل هذا البيت يخرجون من هناك وأهل هذا البيت يخرجون من هناك، عاملين الآنية مملوءة بالطعام يوزعونها ويدفعونها للفقراء. وكذلك مظهر وحده شعار طيب. إذا أردت أن تتصدق تقول على نمط صاع من تمر، إذا خرج مثلا ريال ولا ريالين لا بأس أيضا تتصدق صدقة، هاي الزكاة تأخذ الزكاة، فما محروم من الصدقة في ذلك اليوم، تصدق بقدار. طعام ايش؟ طعام مقصود في الحديث الطعام طعام البر، نسميه عرفنا ايش؟ نقول الحب. في عرفنا هنا أن الحب يطلقنا قلنا حب مقصود به البر. نقول حواحب نقول سيدي يقول يسحب مو يأتيني بر، لأنه معروف ذلك. بخلاف أهل البدية، أهل البدية الحب يعرف معهم ايش؟ الأرز. من الأرز يعرف معهم بالحب، هذا بعرف. لكنما أهل البدية لهم عرف يخصهم وبينهم علم. فالأرز بالحب لديهم يرعى، والبهم نحوه لديهم يسعى. إن أطلقوا فهو المراد عندهم، أي الأرز لقوا الحب، إن أطلقوا فهو المراد عندهم، أو قيدوا يعتبرون قيدهم، فهم بعرفهم يعاملون بما أقروا وبما يوصون. فواحد مثلا نذر من هنا، نذر يمن الله عليه بولد أن يتصدق ب20 صاعا حبا. وشخص آخر من أهل البدية أيضا نذر إن وقع له كذا وكذا عليه لا يتصدق ب20 صاعا حبا. لماذا ستجيبون صاحب من جاء من البدية؟ لماذا تجيبون من جاء من هنا؟ السائل الذي يسأل من هنا لماذا ستجيبونه؟ والسائل الذي يسأل من البدية لماذا ستجيبونه؟ أدخل على تفرق أي حق؟ لا. لماذا ستجيبونه؟ هذا وهنا أقول يخرج ايش؟ بر. وصاحب بدية يخرج ايش؟ يخرج عرف، على حسب العرف هذا. كذلك أيضا في الوصايا، إذا أوصى واحد من هنا ب100 صاع حب، وصاحب بدية أوصى ب100 صاع حب، هذا عليه أن يخرج ايش؟ وراعي بدية عليه يخرج ايش؟ أرز. لكنما أهل بدية لهم عرف يخصهم وبينهم علم. فالأرز بالحب لديهم يدعى، والفهم نحوه لديهم يسعى.
إن أطلقوا فهو المراد عندهم. إن أطلقوا قالوا حرك كلمة حط فهو المراد أي العرف. إن أطلقوا فهو المراد عندهم، أو قيدوا يعتبرون قيدهم، فهم بعرفهم يعاملون بما أقروا وبما يوصون. مثلا 7 قدار زكاة الفطر بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، حيث قال صاعا. طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أخر. في رواية 48 جراما. الصاع بالنسبة للكيلو فيه خلاف كبير، لكن هذا على حسب ما ضبطه المحقق الخليلي رحمة الله عليه، وعلى حسب ما ذكره الإمام أبو سعيد رحمة الله عليه، وعلى حسب أيضا ما بينه صاحب مختصر البسيوطي. الإمام أبو سعيد قال الصاع 3 أبنان إلا ثلث، 3 أبنان إلا ثلث. هكذا. وأنتم عرفتم سابقا ايش المراد بالمن هنا؟ من نجوى، الذي هو 24 أكياس، والكياس 8 مثاقيل. 8 مثاقيل. هذا المن 24 كياس، والكياس 8 مثاقيل. ربع 8 في 24 لو كم؟ نعم، قد تضرب 24 في 8 لو 92 ايش؟ مثقال 30. ضرب 170 مثقال في 4 جرامات. وعلى كل حال الصاع 4 أمدان، والمد رطل وثلث. كم الصاع؟ كم رطل؟ 5 أرطال وثلث. والرطل هو نصف من نجوى. الرطل نصف من كم مثقال؟ 96. هكذا. فقلت من 144. كم قلت من 96 دي وكم 192. فإذا نصف من كم؟ نصف من 96 ايش؟ الرطل نصف من النجوى. الشيخ سعيد وحسان الخليل رحمه الله عليه أي ربطه بالقرش معروف، من شاء تحديد الصواع وضبطه بالقرش وزنا باعتبار الماشي 70 قرشا بعدهن 3 منها. لا والفرض وزنه ذكرنا هذا في دروس الزكاة، ذكرناها. لكن المقصود ايش حينئذ؟ أن الصاع كيلوان من 48 جرام، من عن كل واحد صاع، عن كل واحد صاع. لو كان مثلا في البيت مثل 10 أشخاص، أنت ومن تعولهم، أنت ومن يلزمك عونهم لزوما شرعيا 10 منهم، تخرج كم صاع؟ 10 أصواع. إذا كان أنت ومن تعوله 20 تخرج كم؟ تخرج 20 صاعا. إذا كنت واحد في البيت فقط تخرج كم؟ صاع واحد. هكذا كل واحد صاع. الثامنة لمن؟ للفقراء والمساكين. في حديث ابن عباس ايش؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة لمن؟ وطعمة للمساكين. وفي الحديث أغنوهم في هذا اليوم. طيب كيف توزع زكاة الفطر؟ زكاة الفطر توزع على حسب حاجة الناس فقراء. لو كان مثلا عندك انت لازمك صاع واحد فقط، هل تعطيه مسكين واحد؟ هل يلزمك ان تعطيه مسكين واحد؟ لا. لو وزعته على 10 مساكين فلا بأس عليك، وصاع واحد. لو مثلا بعت على 5 أو على 6 أو على 7 أو 8 لا بأس عليك. كذلك أيضا لو كنت مثلا في البيت 10 أشخاص وهناك بجواركم فقير معيول، لو دفعت إليه هذه 10 أصوع لذلك الفقير المسكين، هل عليك بأس؟ ما عليك بأس.
الخلاصة لا بأس أن تدفع زكاة جماعة لفقير واحد، ولا بأس أن تدفع زكاة شخص واحد إلى فقراء متعددين. انظر الحاجة، لو دفعت 10 أصوات، أنتم في البيت 10 وبجوارك فقير معيون وأعطيته 10 أصوات، هل عليك بأس؟ لو لزمك مثلا صاع واحد، أنت واحد فقط في البيت، وعندك الجيران مثلا 4، فوزعت هذا الصاع على ال4، هل عليك بأس؟ لا، بدون تحريج. فهمت الكفارة؟ لكن الكفارة لابد من تحديد شيء معين، يعني ما ممكن تعطيهم أقل، وما ممكن مثلا تعطي أقل أيضا عن العدد. الكفارة المرسلة لابد تعطي 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع، لابد من تمام 10. الكفارة المغلظة أيوة لابد من تمام العدد، وهم كم؟ 60. لابد تدفع الكفارة المغلظة لكم؟ تدفع 30 صاعا لكم؟ ل60 مسكينا، لابد من ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتيسير والتسليم والتأييد والفوز والنجاح والصلاح والفلاح. ألهمنا الله وإياكم العلم النافع، وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على صيام وقيام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.